بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة لطقم للعيد، وبس هو نزل متأخر معلش. طقم من 3 قطع. انا عملت اول قطعة البادي في الفيديو بتاع الكارد بتاع الاطفال، ودلوقتي بعمل لكم ايه السوت اللي هو على بعضه قطعتين زي اللي في الصورة اللي انتوا شفتوها دلوقتي. تمام، نسمي الله كده ونبتدي المقاسات بتاعتنا. بس الاول اعيد عليكم واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بان انا بنزل لكم طقم العيد في العيد. تمام، دلوقتي بقى نبتدي مقاساتنا. اول حاجه احنا بنعمل هنا المنطلون، وخلي بالكم معايا في المنطلون عشان في خطوط كتير عشان ما تتلخبطوش. تمام، القماشه دي كانت معانا، كانت هي جايه اصلا كميه كبيره عشان عملت منها الكاردن بتاع الاطفال، ودلوقتي بعمل الصدفه دي اللي باقي معايا دلوقتي بتاع ايه، بتاع 5 متر. تمام، بنطبق البرسون على البرسون. ده قماشه كريب على فكره، وباخد كده بفرد واسيب مسافه من فوق عشان الجزء العالي من الجناب بتاع المنطلون. باخد هنا بسيب من اللي عندي البرسون برضو بتاع ايه 4 سنتي او 5 سنتي، ومن بعد الخط اللي بالعرض اللي فوق ده بقيس طول الحجر. انا عامله طول الحجر عندنا هنا هو 32، وطول اللي انا برسمه دلوقتي طول طول الجناب اللي هي ايه 20. باخد طبعا انا عامله باستك كله، فانا بعمل زي كده مستطيل من فوق طول اكبر حجم، بنزله لحد تحت طول اكبر حجم، من اول خط بتاع الوسط لحد خط الجناب لحد خط ايه الحجر. بعمله كده واخططه، وكده يعتبر ايه كله مساوي بعض عشان انا هعمله باستك. فاحنا بناخد ربع دوران اكبر حجم، بنعمل منه ال3 خطوط دول مقاساتهم واحده. تمام، وبعد كده من اخر خط بنمد لبره 5 سنتي عشان ده هيبقى الحجر، دوران الحجر بتاعنا بتاع الامام. تمام، رحنا بنعمل ايه، بناخد من بعد ما خدنا ال5 سنتي لحد الخط اللي هو بالطول اللي هو قبل البرسون، بنقسمه بالنص، وتبقى هو النقطة اللي أنا بعلمها دي هي زي رمانة الميزان بتاعت المنطلون، ومن فوق كده هي اللي هتبقى مكان البنس أو مكان التقسيمة بتاعت أو الشيمة. لما حد بيعمل منطلون بشيمة من قدام بيبقى هو دي النقطة دي. عرفت احنا بنجيبها ازاي؟ بعد ما بناخد ربع دوران اكبر حجم فبنمد لبره 5 سنتي، وبعد كده نشوف المسافة كلها ونقسمها بالنص، يبقى دور النقطة دي اللي هي خط النص الرجل بتاعة المنطلون. تمام، اللي هو على اساسها هو بنعلم العلامة لتحت خالص عشان حتى وسع الرجل من تحت بنعملها، بنقيسها بالخط ده. ازاي؟ لو عايزين الرجل 20 سنتي بنعمل 10 سنتي يمين الخط و10 سنتي شمال الخط. تمام، انا كده بعمل اهو، باكد عليكم الخط بتاع الحجر زي ما انتم شايفين كده. اجي هنا من عند خط الحجر بنعمل ايه، انا كده بناخد 2 سنتي لجوه وهطلعهم لفوق على ما فيش على خط الجناب، خط الجناب. تمام، انا بقيس المسافه بقى اللي هي من عند الحجر لحد الرجل تحت اللي هي الطول الداخلي للمنطلون، واقسمها بالنص اهي، تطلع زي ما تطلع، بس هي في حدود ايه من 70 75 سنتي، وبعدين بقسمها بالنص. دي اللي هتبقى زي خط الركبه كده. تمام، بندخل ده انا بقول لكم المقاسات الاساسيه للمنطلون. ومن عند برضو خط الركبة أنا باخد 2 سنتي، وبعد كده بقيس المسافة اللي أنا عايزاها، لأن دي اللي هتبقى عند الركبة بتبقى أضيق شوية عشان أنا عايزة أنزله على واسع من تحت. أحدد المسافة اللي أنا عايزاها، مثلا لو 20 أو 30 بنصصها من حوالين على الخط العمودي اللي في النص. تمام، وبعد كده بوصله من على الطرف بال5 سنتي بتوع الحجر، وبوصل ال2 سنتي الداخلية اللي هو من ناحية الجنب للايه للسنتي او 2 سنتي لحد فوق ايه خط الحجر. بنزل بقى هنا خط ايه الرجل، طرف الرجل من تحت انا عايزاها واسعة اهي. انا بنزل اول هنا دغري اللي هي المنطلون العادي، وبعد كده اوسع زي ما انا عايزة. عشان كده سايبه ال5 سنتي اللي على الطرف ناحيه البرسل عشان المنطلون عايزاه واسع زي الطقم اللي انتوا شفتوه. فانا باخد هنا مقاس وسع الرجل من تحت، وخلاص حددته شمال ويمين الخط اللي في النص، واخده كده دغري النقط اللي فوق اللي هي من على الجنب. تمام، انا بقى عايزه اوسع
عايزة اوسع الرجل من تحت. انا لحد الخطوة دي انا عاملة المنطلون نظام كلاسيك نازل ستريت على طول من فوق لتحت، تمام. انا بقى عايزة ايه؟ اوسع من تحت. اروح انا واخدة من عند خط الركبة كمان من كل ناحية 2 سنتي، الناحية اللي هي اللي على الطرف الجناب انا واخدة 2 سنتي من الاول، لا هاخد تاني 2 سنتي واسويهم الايه الوسع اللي بتاع عند الركبة ده هيبقى ادي عشان نازل على واسع، واوصله برضك بالنقط اللي فوق اهو. بضيقه من عند الركب شوية وبعد كده ايه، انزله كده زي ما انتوا شايفين اهو. هنزله على الوسع اللي انا عاملاه في الديل من تحت. ليه؟ لان انا هيبان ان انا عامله اهو بعد ما خدت ال2 سنتي التانيين اللي هم من عند الركبه ونزلته على نفس الوسع اللي تحت، هيديني اكنه ايه، من ضيق لواسع اللي هو زي المنطلون كده الشارلستون، بس انا عايزاه مش شارلستون قوي يعني، اللي هو مش ضيق قوي من عند الركب، لا. تمام. وطبعا الوسط من فوق ده هيبقى بوسعه زي ما هو، عشان انا هعمله باستك. اجي من عند خط الجنب كده بطلع 2 سنتي لفوق لحد خط النص اللي هو بتاع البنسة. لو احنا هنعمل بنسة احنا هنعمل في الامام بس عشان اميزه، اعرف الخلفي من الامام. واجي كده اقص اللي احنا رسمناه، عشان ده الامام، والامام لازم اركز فيه قوي عشان ده هيبقى باترون للخلف. هو كل الشغل بتاع المنطقة بيبقى في الامام، فالتفاصيل دي كلها هو ده يعتبر صعب شوية في تشريح المنطلون ده. انا عملت اسهل من كده في المنطلون اللي هو ما بيكونش فيه خياطة من الجناب، بس لازم اعلمكم برضو الصعب شوية والسهل شوية ان شاء الله. طبعا لازم وانا بقص بسيب مسافة الخياطة، فانتوا باين دلوقتي وانا بقص ان هو من عند الركب انا سايبه شويه على اساس ان انا برضك هظبط عليه الخلف، فهيبان برضك في اللبس. في اخر الفيديو هتشوفوا صاحبة السوت وهي لابساه، بصراحه جميل جدا عليها. احنا كده هنخلص القص وهنحط الامام ده على القماش تاني عشان هنعمل الخلف، ولازم نسيب حواليه مسافات واسعة، مسافات واسعة فوق فوق ومن الجناب برضو. تمام. انا حطيته اول تعديل هنعمله خط الحجر، بنسيب المسافة اللي احنا سايبينها اللي هي 5 سنتي نصها لبره تاني، بس بعد زيادة الايه الخياطة. تمام. ونعلم علامة الزاوية اللي هي الزاوية القايمة اللي هي عند الحجر برضو نعلم بدايتها من الطبقتين اللي تحت. نيجي هنا من عند الخط الوسطي من فوق من خط الحجر بندخل لجوه 5 سنتي، وبنطلع لبره لفوق 5 سنتي، بندخل لجوه 5 في 5. تمام اهو. ونوصل ال5 دي بنقطة الزاوية اللي احنا علمناها اللي هي هتبقى في الطبقتين اللي تحت زي ما انتوا شايفين كده. ده خط الحجر بتاع الخلف عشان يبقى اعلى من الامام. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو. بنحدد برضك نقطة طول الخط بتاع الجناب اهو. هقول لكم ليه دلوقتي. اجي هنا ال5 سنتي دي هنعوضها من الجناب عشان زي ما انا قلت لكم لازم يبقى حواليه في زيادة. تمام. انا بعلم كده ال5 سنتي بعوضها وبروح انا اوصلها اهي بالنقطة ال5 سنتي العالية لفوق. تمام اها. الخطوات دي انا بعملها في كل منطلون. تمام. انا بس ايه بوضح لكم خطوة بخطوة اهي. ويسامحوني بقى عشان الفيديو ده هيطول شوية، عشان انا بعمل فيه قطعتين اللي هي المنطلون والسوت اللي فوق، بقية السوت اللي فوق. تمام. دلوقتي بقى التعديلات التانية نعملها الخفيف الخلف عن الامام. انا باجي ازود من عند ال5 سنتي اللي هي من الجنب على الوسط، بنزل لحد خط الجناب ب3 سنتي وخط الحجر ب2 سنتي. تمام. واجي هنا هو النقطة اللي انا قلت لكم عليها اللي هي خط الحجر، بقسم الخط العمودي ده بالنص واجي اعمله بدوران عالي مش غويط قوي من عند نقطة الحجر لحد اللي انا بعلمها دي كده لحد نص الخط العمودي. تمام. ال2 سنتي اللي انا نزلتهم بقى اللي هم ايه عند خط الحجر او عند خط واخده من اللي هو من ناحية البورسون اللي هو خط الجنب يعتبر.
تمام. اجي بقى هنا هو من عند الحجر الطول الداخلي، اروح من عند خط الركبة مزودة 2 سنتي برضك، واوصلهم بكيرف بسيط كده بالحجر الجديد، الحجر بتاع الخلف. تمام. وازود برضك الناحية التانية 2 سنتي كده، وانزل بالاتنين سنتي لحد تحت، لحد اخر الديل من تحت، سواء من عند خط الركبة اليمين والشمال اللي هو الناحيتين يعني. زي ما انتوا شايفين كده البنطلون مليان تفاصيل ومليان خطوط كتير، بس ما تتخضوش. انتوا لو مشيتوا معايا خطوة بخطوة هتعرفوا الخطوط دي جت ازاي. انا عملته قبل كده بطريقة اسهل من كده، بس انا كل مرة ما بيجي قدامي موديل فيه حاجة انا عملتها قبل كده بديها لكم بالتفصيل، بحيث ان انا مديها لكم قبل كده بحاجة سهلة. فاللي عاجبه الطريقة اللي انا بعملها دي او التانية بيبقى ايه، يمشي عليها. بس بيبقى برضك اكيد هيجي عليكي وقت هتعملي الحاجات اللي هي بتفاصيلها دي. لو جالك حد هتعمليها، او انت عايزه تعملي سوت او منطلون بطريقه معينه، فالطريقه بتاعتي دي هتمشي معاكي وهتبقى كويسه، وتطلعي حاجه من تحت ايديكي كويسه جدا. احنا كده بعد ما عملنا الامام على الخلف وعملنا كل التفاصيل بتاعته، بنقص بقى الخلف. طبعا عاملين العلامات بتاعتنا، الشرط الصغيرة دي اللي هي في الجناب ومن عند الحجر، عشان نعلم لما نيجي نحط الامام على الخلف. بنخيطه، إن لازم الخطوط دي كلها والفرد الصغير ده اللي هنعمله هيجي على بعضه، عشان نبقى نمشي مظبوط، ما تجيش فيه راق اطول من الراق التاني. وطبعا انا لما باجي اقص الخلف بقصه على الخطوط اللي انا عاملاها. ليه؟ لان انا مزوده مسافه الخياطه في الامام، فانا بقيس على بالزياده بتاعه الخياطه. فانا كده هقص على الخطوط ومن غير ما اسيب زياده خياطه تاني، يعني انا كده كده يبقى حتى المسافات الخياطه تبقى متساويه مع بعض. تمام. انا كده بقى بعمل ايه؟ بعمل القمر بتاع المنطلون، هعمله باستك. فانا بقيس الدوران الوسط بتاع المنطلون، مش بتاع صاحبة المنطلون، بقيس اللي هو دوران اكبر حجم، وبعمل على قده ايه القمر. معلش هو الفيديو طول مني، وكمان المنطلون تفاصيله طولت مني، بس ان شاء الله هيبقى سهل عليكم. احنا كده هنروح بقى للخياطة. اول حاجة بنعملها في المنطلون الحجر، بنعمل كده لان انا مخططة على كل الامام لوحده والخلف لوحده، فانا همشي على الخطوط دي واخيطها. تمام اهو. طبعا انا ما حطيتش هنا علامة في الامام والخلف، عشان انا قلت لكم ان انا هعمل بنس صغيرة كده في الامام هتبين الامام من الخلف. تمام. انا بخيط الحجر على الحجر اهو، وبظبط ايديا في مسكة القماش. مسكة ايديا في القماش هي اللي بتحدد اذا كنت أنا ماشية مظبوطة ولا لا. بعد كده بجيب الامام على الخلف، اللي هو من عند الوسط من فوق، من اخيط من اول الجناب. طبعا انا عملت الحجر اوفر عشان لما اجي اخيط الجناب الداخلية يبقى انا مشطباها. بخيط كده زي ما انتوا شايفين اهو، ده الجنب، اول جنب الامام على الخلف، وامسك برضو القماش زي ما قلت لكم بالطريقه اهي، والعلامات اهي الشرط اللي انا ماشيه عليها. كده خلصنا اول جنب، وزي ما انتم شايفين كده مفيش لا راق طالع ولا راق ناقص عن التاني. انا هعمل الجنب التاني مع نفسي، بس هنا بقى بصوا بقى في خياطه الجناب الداخليه. بالاول بمسك من عند خط الحجر من تحت بايديا، والطرف التاني بمسكه من عند الرجل. بصوا بقى هتبقى الزياده، بصوا متساويه ومش ملوح، القماشه مش ملوحه معايا. بصوا ماشيه اللي هي زي المسطره كده، القماشه ملسه ومفيش فيها لوحه ولا اي حاجه، زي ما انا ماسكاها كده. بصوا بايديا انا التانية انا ماسكه الطرف بتاع الايدين اللي بتزيح دي، الطرف بصوابعي كده اللي هي الحجر، لازم اكون ايديا ثابته عليه عشان اعرف ان انا ماشيه مظبوط ولا لا، وما يجيش خياطه متزحزحه عن الخياطه التانية اهو. دي من اظبط حاجه للمنطلون، لما تمسكي بايديكي طرف طرف من الديل بتاع المنطلون، والطرف ايديكي التانية ماسكاها عند الحجر، وترفعيها كده هتلاقيها ان القماشه مش ملوحه،
مش ملوحة معاكي، دي يبقى انت ماشية مظبوطة جدا، والمقاسات بتاعتك مظبوطة. دلوقتي انا بعمل البنس اهي في الامام، زي ما قلت لكم انا هعلم الامام عن الخلف بالبنس، عشان ما تكونش برضك مكشكشة كتير من عند ايه، من عند البطن. بعد كده بقى خلاص اهو، اجي ايه، اعمل الكمر بتاعي ادي اهو، الزق الخياطة كله مع بعضه، واقيسه على قد الوسط. بعد ما اقيسه الاقيه مظبوط، اجيب بقى الوسط بتاعي اللي هو الاستيك، هيبقى اقل من الوسط بتاع صاحبة السود، يعني ايه تلتين المسافة. يعني لو هي دوران وسطها 100، هناخد مثلا 75 80 سنتي، ونعملها ايه دايرة مقفول كده زي ما انتوا شايفين، واكفنه جوه، او يعني ابطنه بالقماش بتاع الكمر بتاع المنطلون، واقفل عليه كده عشان يبقى سهل عليا. دي اسهل طريقة لتركيب الكمر الاستيك المنفصل، واخدين بالكم؟ تركيب الكمر الاستيك المنفصل، بدخله كده جوه القماش واخيط عليه اهي. عايزه تخيطيه عشان يبقى على قد القماش ميكونش فيه هوا، تخيطيه بالدواسه بتاعه السوسته، عشان الخياطه تيجي جنب الاستيك بالظبط، ويبقى محبك كده، ما يكونش جواه هوا، وباين ان هو ايه، او الجراب بتاع الاستيك اوسع منه. شايفين كده وانا بشده؟ طبعا الكشكشه بتبقى باينه، والكشكشه جنب بعض منها. انا لسه برضو هعمل ايه، اهو زي ما انتوا شايفين كده، هعمل له خياطه تثبيت للاستيك بعد ما خلصه خالص. اجي هنا بقى الخياطه الجنب اعملها مع الخياطه بتاعه الكمر فيه خياطتين عشان شريطين طوال مخيطهم، كل خياطه جنب منطلون مع خياطه الجنب بتاعه الايه، بتاعه الكمر، وخيطه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا مزوده زياده في القمر، فانا عشان كده هخليه هو اللي من تحت، عشان اشوف انا بخيط على ايه. اخلي القمر هو اللي اكبر من المسافه اللي انا هخيط بيها، مسافه الخياطه بتاعه المنطلون. وهو خلصنا اهو، وادي كده هنسله في خياطه، بس هخيطها بعد كده وهي ايه، بتيجي تستلم. انا هنا بقى هعمل ايه، جينا للصوت اللي فوق، هنعمل الكتاف على الكتاف واثبتها. الصوت اللي فوق ده ما فيهوش شغل كتير، حتى في قصه كان بسيط ومش واخد، بس لما يكون الاتنين على بعض فاكيد هياخدوا مني وقت طويل في الفيديو، ويا رب ما تملوا مني وانتوا بتتفرجوا عليه. بس الطقم مش عايزه اقول لكم كان شكله ايه عليه، لان صاحبته دي يعني ايه، ما شاء الله الله اكبر، جسم ولبس عليها. لو في هفوه صغيره الحاجه بتخليني ان انا اعدلها لها، فالصوت ده جت عليها زي المسطرة بالظبط. فربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله. انا هنا بعمل ايه، بعمل الشريط بتاع اللي حوالين الرقبة وعلى الصوت من قدام، بثبته. انا باخد العرض بتاع القماش، بعمله منه ايه شريطين، فعشان كده في ليه بداية ونهاية، فانا بخيطه وبلزقه كده، عشان هي دي اللي هخليها عند الرقبة من ورا. بتنيها كده واجي السوت اهو، اهي برضو كأس من نص الرقبة الخلفية بعلامة، واحط الخياطة مع العلامة دي عشان ما يبانش ويكونش فيه الشريط فيه متوصل من اي حتة تانية، لا دي متدارية ودي من ورا قفلة الشريط. وعشان يبقى القفلة بتاعت الشريط تبقى ماشية مع النص بتاع الرقبة، ببتدي من عند، بعد ما بدبسه كده بدبوس، ابتدي من عند القفلة دي، ابتدي اخيط جهة. يعني هي كده مثلا لو الناحية دي اللي هي على الشمال اللي بخيطها، اخيطها الاول وارجع اعيد الناحية الاتجاه التاني من الشريط عشان ما يزحزحش مني. اهو بمشي كده وخيط، يبقى مسافة ايديا مسافة واحدة. يعني انا ماشية مثلا واخدة مسافة الخياطة سنت او 2 سنتي، تبقى ثابتة هي كده كده على طول. انا بخيط اهو جنب قدامكم، واخيط الجنب التاني بنفس الطريقة مع نفسي، عشان برضك ايه، بحاول والله ان انا ما اطولش عليكم الفيديو، وعايزة برضك في نفس الوقت اديكم الحاجة بالتفصيل. فالحاجة اللي بتبقى متكررة هعملها مع نفسي، زي الكم كده بعمله مع نفسي كم، وبعمله معاكم الكم التاني
اهو بصوا انا ثابته بايديا والشريط بصوا لا ملوح ولا. وده لازم تقص الشريط ده، لان لو ملوح هيبقى شكله مش حلو خالص على صاحبه الحاجه. تمام اهو. طبعا عشان الصوت ده مش طويل، فالشريط فيه جزء طويل منه كده اهو. خلصت الشريط كله. وهنبتدي ايه في الكم. هنعمل الكم برضو مع بعضنا كم واحد. هنحط الفرد مع الخياطة الكتف واخيطه. والكم ده باستك، والكم ده واسع زي ما انتوا شفتوا وانا بقصه. الكم معمول واسع، الصورة اللي انا جبتها لكم برضو الكم فيها واسع فضفاض شوية. زي ما انتوا عارفين انا برضو بقيس الاول الكم على حرز الجيرو، بلاقيها مظبوطة اهي بطريقة الاتنين سنتي اللي انا بعملهم. بزود 2 سنتي على وسع الكم اللي انا بقصه، اكتر من طول طول حردة الجيرو. يعني لو حردة الجيرو انا عاملاها طولها 20 سنتي، فبعمل وسع الكم 22 سنتي. والحمد لله بالتجربة جت على قدها بالظبط. كده بخيط اهو براحتي خالص اهو، ماسكة الكم بايد حرز الجيرو ماسكاها بالايد التانية، وتيجي مظبوط. اجي اقفل بقى الجناب بتاعه الكم. احط كده حردة الباط الخياطة مع الخياطة، واروح بادئه كده الكم ده. انا بادئاه من البداية عشان هعمل الاستك. بعد ما اعمل الاوفر للطرف بتاع الكم اعمله بالاستك. بالاوفر هعمله بالاستك جواه مدفون بطريقة. وفي الحتة دي انا هجيب لكم كل كم لوحده معمول ازاي. عندي حتة طريقة الاستك ان انا عاملاها بطريقة، كل كم عاملاها بطريقة عشان برضك اللي عاجبه اي طريقة يعملها. انا كده بقفل الجناب خالص، يعني مفيهاش اي افتكاسات ولا الكلام ده. بقفلها. المهم تكون المسافات متساوية في بتاعة الخياطة. وبصوا الديل وانا ماسكاه، الديل الطبقتين جايين مع بعض، مفيش طبقة اطول من طبقة. كده احنا قربنا نخلص الفيديو. ودي اهي طريقة اول طريقة للاستك. انا بقيس، انا هنا الاستك مفتوح، انا بعمله كده بخيطه، بقيس مسافة الاستك العرض بتاعه قد ايه، اخيطه عليه. وبعد كده بشد الاستك اسحبه عشان اكمل خياطة الكم. بصوا شيلته واعمل كده المسافة بتاعته على قده بالظبط، واسيب فتحة بسيطة ادكك منها الاستك. تمام. انا بديك يعني زي ما بديكوا حاجات سهلة، في حاجات برضك مش سهلة بديها لكم، بس تعرفوا الاختيار ليكوا انتوا في التركيب الاستك او في الطريقة اللي انتوا عايزينها. بدككه كده واروح شداه واروح مخيطة البداية والنهاية بتاعته زي ما انتوا شايفين كده اهو، واخيطه واشوف الوسع بتاع الايد قد ايه بالنظر كده، عارفه صاحبه الحاجه وانا عارفه قدها واخيطه على بعض. عايزه اقول لكم بس معلش على صوتي، انا دايما بصور لكم وانا لسه صاحيه، فلسه الاحبال الصوتيه ما اشتغلتش، فتلاقوا احس ان في تخانه شويه، فمعلش. اهو قفلت اهو الاستيك وادخله جوه كده، وارجع اقفل الجزء اللي انا فاتحاه. الطريقه التانية اهي، بقيس الاستيك اللي انا عايزاه الاول واقصه واقفله وبعد كده احطه جوه القماش واخيط عليه. اللي عاجبه بقى اي طريقه يعملها. ادي اهو كده بحطه على من جوه الكم واقفل عليه واخيطه. وكده يعتبر الفيديو خلاص على وشك ان هو يخلص، ويا رب يكون شرحي وافي، ويا رب ما تملوا مني وانا في الفيديوهات بتاعتي اللي هي طويله، بس والله غصب عني مش بمزاجي ان انا بحاول اوضح لكم كل تفصيله صغيره في الموديل، لان ده هدفي من القناه بتاعتي، اللي انا اعلمكم والحاجات الصغيره ما فوتهاش كده. تمام. ادي السوت اهو زي ما انتم شايفين، جميل جدا على صاحبته، وبصراحة أنا ذات نفسي مبهورة بيه أهو. إيه رأيكم؟ أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.